خبر عاجل أثار تفاعلا كبيرا وسط الجماهير المغربية، حيث عاد اسم الإطار الفرنسي هيرفي رونار ليطفو من جديد في النقاش الكروي المرتبط بالمنتخب الوطني، لكن هذه المرة ليس من باب الحنين إلى فترة إشرافه على أسود الأطلس، بل بسبب تصريحات قوية ومتفائلة حول مستقبل الكرة المغربية. هيرفي رونار عبر عن ثقته الكبيرة في المنتخب المغربي، مؤكداً أن التتويج القاري أصبح مسألة وقت فقط بالنظر إلى التطور الكبير الذي تعرفه الكرة الوطنية في السنوات الأخيرة. المدرب الفرنسي الذي راكم تجربة طويلة في القارة الإفريقية مع عدة منتخبات من بينها المغرب بين 2016 و2019 شدد على أن ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم يعكس دينامية استثنائية على مستوى النتائج والاستقرار التقني والبشري. وأوضح رونار أن الإخفاق في التتويج بكأس إفريقيا الأخيرة لا يجب أن يقرأ بمنطق الفشل، بل في إطار مسار طبيعي تمر به أكبر المنتخبات قبل اعتلاء منصات التتويج. وأضاف أن المنتخب المغربي قدم بطولة قوية وبلغ مراحل متقدمة بأداء مقنع، لكن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم عادة النهائيات الكبرى. وذكر المدرب الفرنسي بأن العديد من المنتخبات الإفريقية احتاجت إلى سنوات طويلة وتجارب قاسية قبل تحقيق لقبها الأول، وعلى رأسها منتخب السنغال الذي انتظر محاولات عديدة وخسارات مؤلمة قبل أن يحقق أول لقب قاري في تاريخه. وفي حديثه عن الكرة المغربية شدد رونار على أن الحديث عن 50 سنة دون لقب قاري لا يجب أن يحجب الحقيقة الأساسية، وهي أن الكرة المغربية اليوم ليست كما كانت في السابق، بل أصبحت أكثر نضجاً وقوة بفضل جيل موهوب وإطار تقني كفء وبنية كروية تعرف تطوراً كبيراً على مستوى التكوين والاحتراف، إضافة إلى الحضور القوي للاعبين المغاربة في أكبر الدوريات الأوروبية. وأكد رونار أن المنتخب المغربي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن ما حدث في آخر نسخة من كأس إفريقيا ليس سوى عثرة في مسار ناجح، مشدداً على أن الاستمرارية هي العامل الحاسم، وأن الحفاظ على نفس النهج سيجعل التتويج القاري أمراً حتمياً في المستقبل القريب. تصريحات هيرفي رونار الصادرة عن مدرب يعرف جيداً خبايا الكرة الإفريقية والمنتخب المغربي من الداخل منحت جرعة إضافية من الثقة للجماهير الوطنية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2026 الذي يشكل محطة مفصلية في المشروع الكروي المغربي الطموح. وفي خلاصة حديثه أكد رونار أنه لا داعي للقلق بشأن المنتخب المغربي، لأن أسود الأطلس يتقدمون بثبات، وأن التتويج بكأس إفريقيا لم يعد حلما بعيدا، بل هدفا قريبا ينتظر فقط لحظة النضج الكاملة.